ما أشبه اليوم بالبارحة. لو ترجعوا بالذاكرة كده شوية لورا وتفتكروا موت أم زياد رحمة الله عليها، ربنا يا رب يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته ويجعلها من أهل الفردوس الأعلى يا رب العالمين، هي والحاج جابر. أنا بشوف التوقيت اللي مات فيه الحاج جابر والأحداث اللي حصلت من بعد موته هي نفس بالظبط اللي حصل في موت أم زياد رحمة الله عليها. أنا عارفة أن الفراق بيقطم الظهر وبيكسره وبيتعب وبيرهق، لكن الأحداث اللي بعد وفاة الحاج جابر أو اللي حصلت ما كانش المفروض إن هي تحصل في التوقيت ده. أنا شفت وقت موت أم زياد رحمة الله عليها بعدها بكام يوم، يعني بأيام بسيطة جدا، كل أولاد الحاج جابر والحاج جابر الله يرحمه كلهم اجتمعوا وطلعوا وعملوا فيديو وكل حاجة، وبعدها بأيام برضو اتعمل كحك. احنا طلعنا وتربينا على ان امي وابويا قالوا لي يا بنتي لما يكون عندك جار ميت التلفزيون ده ما يشتغلش علشان الصوت ما يطلعش وحسه ما يطلعش للجيران، واحتراما للميت اللي مات وتقديرا ليه ولأهله التلفزيون يا بنتي يتقفل على الأقل 3 أيام، أول 3 أيام. تمام، ده اللي اتربينا وطلعنا عليه. أنا معاكم في كل حاجة انتوا عملتوها، في الصدقات الجارية اللي انتوا هتعملوها لوالدكم. وعلى فكرة والدكم خلف رجالة، حق ربنا حق ربنا لازم يتقال. الدفايات والحاجات اللي انتوا عملتوها للمستشفى وللمسجد والمبرد اللي انتوا هتعملوه والدليلة اللي انتوا حابين تعملوها في الشارع الناس يعني تستظل تحتها، والله العظيم حاجات يعني الناس بتدعيلكوا ان انتوا عملتوا كده لوالدكم وما زلتوا هتعملوا له، مش دلوقتي وبعدين، واحنا متأكدين من حاجة زي كده. لكن الخلاف اللي انا حابة اطلع اتكلم فيه او اللي الناس كلها بتتكلم فيه التوقيت اللي مات فيه الحاج جابر. الفيديوهات دي طلعت لينا مرة واحدة ودفعة واحدة على قناة محمد وآلاء وعلى قناة حسن ونهال وعلى قناة محمود وسحر. الفيديوهات كلها في نفس اليوم طلعت تك 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 مرة واحدة. اتعملت امتى دي واتمنتجت امتى؟ في وقت وفاة الحاج جابر، في التوقيت اللي انتوا المفروض في اصعب اللحظات اللي انتوا ممكن تمروا بيها. انا لما بيموت لي جار ببقى هتجنن، ما بالك اهل بيته بيبقوا عاملين ازاي. انا عارفة ان انتوا عايزين تطلعوا تبينوا للناس او تشجعوهم على حب عمل الصدقات، ودي حاجة كويسة منكم، لكن التوقيت يا ولاد الحاج جابر مش مناسب. ده ابوكم، ده اللي كان لاممكم، ده كان مصدر الحماية والامان ليكم حتى في وقت ضعفه، كفاية نفسه وحسه معاكم. وانا متأكدة 1,000,000% اللي انتوا حاسين بفراغ كبير بعد موته، دي حاجة لابد منها. احنا الخلاف اللي بنتكلم عليه التوقيت، يعني ده ابوكو يعني تاخدوا وقت. يعني كان بيجي عليكم ايام ما بتنزلوش حاجة على اليوتيوب، وايام كتيرة محمد وآلاء حصل معاهم كده، ومحمود وسحر نفس الوضع، وحسن ونهال. في ظروف بتجبركم ان انتوا ما تطلعوش في التوقيت ده، بس كان لازم تعملوا كده مع ابوكو، مع قدوتكم، مع حاجة كبيرة قوي راحت منكم. بس للأسف ما عملتوش كده، كنتوا اصبروا واستنوا وهتبينوا للناس
مدى حبكم للراجل ده، بس اصبروا، ادوله احترامه وادوله وقته، وحسسوا الناس فعلا ان انتوا حزناء عليه من قلبكم. انا عارفة محدش بيشكك في ان انتوا هتموتوا عليه، ده ابوكم، عزكم وفخركم وكل حاجة كانت ليكم. لكن اللي حصل مع موت ام زياد رحمة الله عليها نفس اللي حصل مع موت الحاج جابر، على طول ده مات من هنا، بعدها بيومين 3 هوب طلعوا وعملوا فيديوهات تك تك تك. يا جماعة ده اللي ميت مش حاجة قليلة ولا حد صغير، ده الحاج جابر، ده احنا اللي مش منه هنموت عليه. ويعني مش مصدقين ان هو مات، يعني كنا حاسين ان هو اهو بدأ ان هو يتحسن بعد طلعه من المستشفى، لكن للأسف حالته اتدهورت. انا عارفة يا محمود ان انت بمليون راجل، وان انت اللي هتلم اخواتك حواليك زي ما كان ابوك موجود بالظبط، دي حاجة ما بنشككش فيها. لكن اللحظة اللي انت في الفيديو بتاعك طالع تقرب من الحاجة عشان تشوف ان هي بتعيط، وكمان الصورة بتاعت الفيديو عاملها كده وكاتب حزن امي وانهيارها، لا يا محمود، احنا بنحبك وبنحب سحر، ما تعملش كده، ما يطلعش منك حاجة زي كده، وما تاخدش بالك من حاجة زي كده، ما تحسسش الناس انك طالع بالتاجر بموت ابوك. وانت يا محمد الفيديو الشورت اللي انت نزلته قبل وفاة ابوك، ليه مطلع لنا الصورة دي في الاخر؟ ليه ما خلتناش نفتكر الحاج جابر بصورة معينة في دماغنا؟ احنا ما كناش حابين اصلا نشوفه وهو في قلب المستشفى، تطلع بشورت تبين لنا مدى تعبه وشكله في قلب الفيديو، يعني يصعب على الكافر. لا يا محمد، مش عشان خلافك مع اخوك حمدي يوصلك ان انت تنزل شورتهات على حساب ابوك. مش عارفة بتقال اسمها ايه، الشورتات ولا معلش، ما علينا، عدلوها الشورتس، هقولها بالانجليزي وخلاص. تمام. مش على حساب ابوك، مش على حساب تعب ابوك، مش على حساب شكله قدامنا، احنا حابين نشوفه في صورة حلوة. ليه تخلي اخر صورة في اذهاننا الصورة اللي انت طلعته بيها؟ اوعى خلافك مع اخوك او ان انت حابب تبين لحمدي ان انت نزلت وشفت ابوك، لا ما تعملش كده. وهو منزلش وشافه، خليك اكبر من كده، خليك اعقل من كده. لفتة عجبتنا قوي 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 في محمود وهو طالع يقول يا جماعة احقاقا للحق، اخويا حمدي كان بيتصل بابويا وكان بيبعت له، يبقى حمدي ما قصرش. لو انا كنت نزلت فيديو على حمدي وقلت ان هو قصر او ان ابوه غضبان عليه، فمحمود طلع بين لنا العكس. ومش من الغلط ان احنا نعترف بغلطنا ونعترف بالخطأ بتاعنا، او ان انا قلت عليه انه ابوه غضبان عليه. محمود اخوه الكبير طلع بنفسه وقال اخويا كان بيتصل بابويا وكان بيبعت له، يعني دليل على ان هما ممكن المصاريف مش مكفية، او العلاج او اقامته في المستشفى هما مش مغطين الفلوس دي، فبالتالي ممكن يكون حمدي بيبعت له وبيساهم في موضوع علاجه وشفائه. فمش دايما اي حاجة بنشوفها هتكون دي الصورة الصحيحة، ممكن يكون في حاجات في الخلفية احنا مش عارفين عنها حاجة، وده اللي حصل مع حمدي. فانا من رأيي كنتوا استنوا شوية على مثلا، يعني على الاقل اقول لكم ايه، اقول لكم شهر وابدأوا نزلوا فيديوهات. ده كلنا بنحب الراجل اللي مات ده. ربنا يرحمك يا حاج جابر ويغفر لك ويجعل الجنة مأواك يا رب العالمين، انت وام زياد، رحت لحبيبتك الغالية ام زياد، رحمة الله عليكم. ربنا يرحمنا جميعا يا رب ويحسن ختامنا بأمر الله.